اليوم رح نحضر مع بعض البرياني العراقي بطريقة طيبة سهلة وسريعة. يلا نبلش. حضرت خليط النقع كان عبارة عن معلقة كبيرة من معجون البندورة، معلقة كبيرة من خليط الزنجبيل مع الثوم، زيت زيتون، عصير ليمون، تشكيلة من البهارات. بعد ما خلطتهم كتير منيح صاروا مثل قوام المعجون، دهنت فيهم الدجاجة وتركتها منقوعة ساعتين، وقبل ما احطها بكيس الشوي حشيت بطنها زي ما انتم شايفين بشقف من الليمون اللي كنت عصرته. اعطيها نكهة وريحة عطرية كتير حلوة. تقريبا اخذت معي ساعتين لحتى استوت. اما بالنسبه للرز فانا جبت الطنجره، حطيت فيها زيت نباتي وحطيت معلقتين كبار من معجون الثوم مع الزنجبيل، حطيت لها حبه لومي و2 كوب من الجزر اللي مقطع مكعبات. قلبتها لمده دقيقتين، بعدين بلشت ازيد البهارات عليها، رح تظهر قدامكم على الشاشه. بعد هيك زدت لها شويه مرق دجاج وتركتها تطبخ مع بعض تقريبا 10 دقائق. بعد مرور الوقت تقريبا استوت 3/4 الاستواء، زدت لها 2 كوب من البازيلا المجمده، مباشره طفيت عليها لحتى احافظ على اللون الاخضر للبازيلا، ولحتى اعطيها منظر جمالي ونكهه طيبه حمصت شعريه مع زيت نباتي لحتى اخذت اللون الذهبي، وبعد هيك حطيت عليها مرق دجاج وهديت النار عليها لحتى استوت تماما. اخذت ربع كميه الجزر مع البازيلا وزدتها فوق الشعريه. الكميه اللي بتبقي من الجزر والبازيلا زدت عليها مرقه، خليتها تغلي مع بعض منيح. بعد هيك سقطت عليها الرز البسمتي المنقوع، تركته يغلي مع بعض على درجه حراره عاليه لحتى امتص الرز تقريبا 80% من كميه السوائل. بعدها هديت عليها لحتى يستوي الرز. سكبت الاكل بالجاط، حطيت طبقه الرز من فوقها الدجاجه، الشعريه مع البازيلا والجزر، زينتها بالبقدونس، قطعه من البطاطا، شويه رمان، ورشه من الصنوبر. صحة وعافية، وبشوفكم وصفة جديدة.